عزم صاحبه على أكلة لحم راس، بس مش لحمة راس عادية، كانت راس أسماء مراته. عرف اللي بينها وبين صاحبه، فعزمه على أكلة لحمة راس وقال له مش هتدوق زيها في حياتك أبدا عشان تطلع راس مراته. عماد حكايته أغرب من الخيال، ما كانش يتخيل أبدا إن الصدفة هتخليه يكتشف حاجة هو عمره ما كان ممكن يكتشفها. اللي حصل مع عماد إنه راح اشترى تليفون بالقسط، وطلب من صاحب التليفون إن هو ينزل له عليه برنامج يبين له أسامي اللي بيتصل بيه. فصاحب المحل قال له لا، ده أنا هنزل لك برنامج أحسن من كل ده، برنامج يعرفك كل واحد مسجلك باسم إيه، وأي رقم تاني عايز تعرف برضه متسجل باسم إيه. وبدأ يجرب البرنامج، وقال بالمرة لما يجرب يشوف مراته أسماء متسجلة برضه باسم إيه، فلقى ناس كتير قوي مسجلاها باسم أم عمر ابنهم، وناس مسجلاها باسم الممرضة أسماء على أساس إن هي بتشتغل ممرضة في الوحدة الصحية. لكن وسط ما هو بيدور لقى حد مسجل مراته الحتة الشمال. ساعتها ما فهمش ليه حد ممكن يسجل مراته بالاسم ده، ومعرفش يعمل ايه. فخلى مراته أسماء نايمة وأخد تليفونها وفضل يقلب في تليفونها، فلقى إن كل المكالمات اللي ما بينها وما بين زمايلها من الستات، لكن لاحظ إن فيهم اسم متسجل عفاف الممرضة، وإن في بينها وما بين مراته مكالمات بالساعات، وخصوصا في وقت شغل عماد اللي بيبقى من بالليل لحد الفجر. فاستغرب قوي مين عفاف دي اللي بتقعد تكلمها بالساعات الطويلة، وبدأ يركز شوية في تصرفات مراته في الفترة الأخيرة. فلاحظ إن هي كانت بعيدة عنه شوية، ودايما عندها حالة نفور منه، وهو كان بيقول ممكن يكون من مسؤولية ابنه أو من ضغط شغلها. عشان كده أخد رقم الممرضة عفاف وراح بسرعة على أكتر شخص شك فيه، والشخص ده كان الحاج عبد العظيم. الحاج عبد العظيم هو راجل عنده سوبر ماركت كبير كل الناس عارفاه وبتشتري منه، وراجل خير على الناس كلها، وساكن في الحي اللي ساكن فيه عماد وأسماء. وهو كمان اللي جاب الشغل اللي بعد الظهر ده لعماد، وقعد يقنعه بالشغل ده عشان عماد موظف حكومي، فالشغل ده هيساعده ماديا. وفعلا راح عند الحاج عبد العظيم وقال له ممكن تديني بس تليفونك أعمل منه مكالمة عشان تليفوني قطع شحن. وأول ما أخد منه التليفون دخل رقم مراته ولقاها متسجلة باسم الحتة الشمال، وهنا اكتشف إن اللي مسجل مراته بالاسم ده الحاج عبد العظيم. عماد ما بينش حاجة قدام الحاج عبد العظيم، وروح البيت واجه مراته وقال لها إنه عارف اللي بينها وما بين الحاج عبد العظيم، لكن هو هيسامحها بشرط إنها ما تعملش كده تاني، وإن هو السبب عشان هو أهملها بقاله فترة، وإنه بكرة هياخد أجازة من الشغل وهيودي الولد عند أمه وهيفضلها خالص. وفعلا عمل كده، أخد أجازة من الشغل وودى ابنه عند أمه، وطلب من أمه شوية أدوات من مطبخها عشان واحد صاحبه هيعمل عقيقة. وروح البيت لقى مراته مستنياه ومجهزة الغدا، قال لها تعالي عاوزة أتكلم معاكي الأول ونصفي اللي ما بينا. لكنه فاجئ مراته وراح خبطها بأداة من الأدوات اللي معاه، مش مرة واحدة لأ، 17 مرة، لحد ما مراته فرقت الحياة. ما اكتفاش بكده، بعد الراس عن الجسم واخد الراس لوحدها ودخل غير هدومه واستحمى ونظف المكان. واتصل عماد بالحاج عبد العظيم وقال له انه عزمه على اكلة لحمة راس، لكن الاحسن انهم يتقابلوا في المخزن عشان يقعدوا مع بعض براحتهم ويعرفوا ياكلوا براحتهم. فعلا الحاج عبد العظيم راح وهو مش عارف اللي مستنيه، واول ما شافه عماد فتح الشنطة ورمى راس اسماء مراته قدام الحاج عبد العظيم، اللي جاله حالة من الذهول. وفي الوقت اللي الحاج عبد العظيم كان مصدوم فيه استغل عماد الفرصة وفضل يخبطه على راسه لحد ما فارق الحياة. عماد راح على قسم البوليس وسلم نفسه، وحكى على كل اللي شافه على تليفون مراته واللي كان بينها وبين الحاج عبد العظيم، وانهم خدعوه هما الاتنين. المباحث لما فتشت تليفون أسماء اكتشفت ان عبد العظيم كان بيهددها طول الوقت، وكان بيقول لها ان جوزها عمره ما هيعرف اللي بينهم ابدا، وانها لازم تستمر معاه، وان هو جاب لجوزها الشغل ده مخصوص عشان يبعد عنها طول الليل ويعرفوا يتكلموا براحتهم. اتصدمت الناس كلها في عماد، خصوصا اهله، لانه عاش طول عمره من غير مشاكل، لكن في لحظة فقد السيطرة على نفسه لما اتصدم في اقرب الناس ليه.